الأداة اللي قدامنا دي اسمها دروب تشيكر. الأداة دي مهمتها إنها بتكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون الحمضي في المية ونسبته قد إيه، عشان خاطر ما يحصلش وفيات للأسماك أو الجمبري في الأحواض المزروعة. تلاقي جوه العلبة 3 حاجات: إزازة جواها سائل أزرق بيتأثر جدا بالبي اتش، والأداة الزجاجية اللي هنحط جواها السائل، والسكشن اللي هنلزقه بيه جوه الحوض بالمنظر ده. هنقلب الأداة الزجاجية ونبدأ نجيب الإزازة اللي جواها السائل ونبدأ بالتنقيط جواها لحد ما نملى نص الدايرة الإزاز اللي تحت خالص لحد نصها، يعني ما نملهاش لحد اخرها عشان خاطر نسمح للهواء ان هو يخش ويبدا يتفاعل مع الغاز ده ويكشف لنا عن غاز ثاني اكسيد الكربون. هنقلبها بالمنظر ده كده اهو، والسائل يفضل متعلق جوه الدايره دي. هناخدها ونحطها في الحوض في اتجاه التيار بتاع ثاني اكسيد الكربون. يعني مثلا لو انت حاطط دوران اتجاه غاز ثاني اكسيد الكربون في اليمين، يبقى انت هتحط الدروب تشيكر في الشمال. يبدا اللون الازرق ده يتغير بعد نص ساعه او ساعه الا ربع لحد ما ثاني اكسيد الكربون يتوزع في الميه ويتشبع بيها. تلاقي مكتوب على الازازه الوان ودرجات البي اتش المدلول عليها في الدروب تشيكر. يعني هتلاقي على العلبه فيه بيقول لك اللون الازرق ده قليل جدا غاز ثاني اكسيد الكربون، والاخضر المصفر هو الاحسن، والاصفر ده عالي جدا، لحد ما يتغير بالشكل ده. انت عرفت عدد البابلز اللي شغال جوه الحوض عالي او واطي. خلي بالك النسبه دي بتتغير كل فتره على حسب سرعه سحب النبات لغاز ثاني اكسيد الكربون، وعلى حسب مستوى الاضاءه، وعلى حسب كثافه النباتات جوه الحوض. راجع الموضوع ده كل فتره.